فريقي الرجاء والجيش الملكي في قمة نتمنى تفي بالكثير من وعودها في ثاني جولة هذه المباراة. ألكسندر سانتوس في قمة السعادة بهذا الهدف. ألكسندر سانتوس سعيد جدا بهدفه الأول في هذه المباراة. شوف الفحلي والتخلص من الرقبة، شوف الفحلي للجوني لربيع المرور، والهدف من حدرف الذي يتمكن من تسجيل الهدف الأول في هذه المباراة. شوف الأسيست من ربيع حرمات وكيف خرج الكرة. حدرف يتمكن من تسجيل هذا الهدف. تصبح النتيجة يا سادة هدف مقابل لا شيء في مباراة من مباريات قمة الجولة 17 من البطولة الاحترافية لكرة القدم. ربيع حرمات الأدوار المهمة لربيع في نادي الجيش الملكي والإمكانيات الكبيرة لربيع في مباراة اليوم بين فريقي الرجاء والجيش الملكي. سعادة كبيرة ربيع حرمات، نعرف جيدا تأثير هذا الرجل وقدرات هذا الرجل والإمكانيات التي يتوفر عليها ربيع والتي تمكن من الوصول للمرمى بأفضل الطرق الممكنة مع انطلاق الجولة الثانية في مباراة الكلاسيكو الجولة 17 من الدوري الاحترافي لكرة القدم. الجيش الملكي يجد نفسه في موقف متقدم في النتيجة بهدف مقابل لا شيء في الدقائق الأولى من الجولة الثانية من هذه المباراة. النتيجة يا سادة 1-0. تتغير كل المواقف في ثاني جولات هذه المباراة بين الرجاء والجيش الملكي. الحكم يحاول التأكد مما حدث في الكرة الماضية. تذكر أنه حكم المباراة سيراجع كل الحالات، سيراجع كل المواقف، سيتابع وسيستشير، لأن المباراة هي قمة. تأثير واضح على زعامة البطولة الوطنية، على التنافس على لقب البطولة الوطنية. اللقب اللي سيكون لقب استثنائي، لقب تاريخي بين ناديي الجيش الملكي والرجاء. هنا إمكانية التتويج مفتوحة وكل احتمالات نهضت بالكرة المغرب الفيس الوداد الرجاء الجيش الملكي. كل احتمالات واردة وكل شيء ممكن في الجولة المقبلة للحسم في أمر من سيتوج بلقب البطولة الوطنية لكرة القدم. الحكم يوقف المباراة للتأكد بما حدث. حكم المباراة يكون هدف سليم لفريق الجيش الملكي. أعتذر مرة أخرى إن سمعتم شيء ما أثناء التعليق، لأننا نتواجد وسط الجماهير هنا في المجمع الرياضي الأمير مولى عبد الله.
كرة رجوية من الطرف الأيمن في منطقة الجزاء، إمكانية لتسجيل هدف التعادل في مباراة متواصلة في الجولة الثانية، ساعة من اللعب والنتيجة من حضراتكم 1-0 لفريق الجيش الملكي أمام نادي رجاء. هدف مع انطلاق الجولة الثانية في انتظار أن تتضح المعالم الفنية في مباراة نتمنى أن تسود الروح الرياضية كل تفاصيلها. كرة القدم جمالها وروعتها في الانضباط في الروح الرياضية. كرة تلعب لفريق الجيش الملكي، الانطلاق من الطرف الأيمن، محاولة التوغل في منطقة الجزاء، إمكانية لبلوغ هدف آخر لفريق الجيش الملكي. رجاء يحاول تعديل أوتاره الهجومية في جولة ثانية، متحركة في الرقعة الخضراء للمجمع الرياضي الأمير بولي عبد الله، في انتظار التخرج من له القدرة على التعاطي مع أبسط الجزئيات في الدقائق المقبلة من هذه المباراة بين رجاء والجيش الملكي. 61 دقيقة من اللعب، تلعب كرة لماتياس كيندي النيجيري، يدخل كرة عبد الفتاح حضرفي مر، يتخلص من رقابة عبد الفتاح، لمسة للأمام، إمكانية للتوغل من الطرف الأيمن، لكن التدخل من دفاع النسور، ضربة مرمى للحارس مهدي الأحرار. تحركت المباراة بشكل كبير في الجولة الثانية في محاولات للانقضاض على الهدف والإعادة مرة أخرى. خط التسلل الوهمي، ما قيل عن ضربة الجزاء الأولى المعلنة لرجاء يقال على كرة فريق الجيش الملكي. لكم حرية متابعة ما يجيده فريق الجيش الملكي في الجولة الثانية من هذه المباراة. تصل الكرة من جديد بدر بنون، انطلاقات هذا نفاتي من الطرف الأيمن، محاصر من طرف لاعبين، والكرة في تماس لنادي رجاء بعد تدخل توكانيرو. كرة رجوية، انطلاقة من مقدم من الطرف الأيسر، مقدم ينقل الكرة، يلاحق هدف التعادل
والنتيجة أمام حضراتكم يا سادة 1-0 لفريق الجيش الملكي. من جديد الكرة للحارس رضا تقناوتي. كل شيء متوقع في هذه المباراة، كل شيء ممكن في هذه المواجهة. لكم أن تتوقعوا كل السيناريوهات الممكنة خلال الدقائق القادمة من هذه المباراة بين الجيش الملكي ونادي رجاء. نتحدث في الحاضر، مستقبل هذه المباراة يخفي الكثير، أما الماضي ففي ذكريات كثيرة ذكروا الكثير منها في هذه المواجهة. الكرة تعود للحارس مهدي الحرار، مهدي الحرار والضغط من يوسف الفاحلي، بإمكانه للخروج بالكرة من المكعسي. تعود الكرة من جديد رجوية، لمسة من الطرف الأيسر ومحاولات الخروج بالكرة، محاولات البحث عن هدف للرجاء يساوي التعادل. للجيش الملكي يساوي الاقتراب أكثر من حسم الانتصار في هذه المباراة. كرة في المنطقة الدفاعية للتاريخ، موسى حنون يحتفظ بذكرى واللاعب رجاوي يسجل في مرمى الجيش الملكي موسم 59-60. مباراة انتهت آنذاك بفوز الرجاء 1-0، فيما مصطفى العطيف وأول لاعب من الجيش الملكي يسجل في مرمى الرجاء موسم 60-61. مباراة انتهت بفوز الأسطورة الخضراء 3-2. كرة تلعب من الطرف الأيمن. المعلومة التاريخية لها قيمتها ولكن لها مكانتها أيضا في هذه المباراة. يونس عبد الحميد يتدخل أمام أدم نفاتي، يتحمل مسؤولية كبيرة في خط الدفاع. دخل مكان فارو مندي، يسعى لأن يربح الثقة في اختيارات المدرب سانتوس. شرارة لأدم الأردني أدم نفاتي والتدخل. كرة تسدد، رسالة إمكانية تتحول لفريق الجيش الملكي. الانطلاق حمودان مشى رب رضا سليم يوقع الثاني في هذه المباراة. تصبح النتيجة 2-0. أمواج بشرية تحتفل بهذا الهدف، تعي قيمة هذا الهدف ومكانة هذا الهدف في قلوب مناصري الجيش الملكي. النتيجة يا سادة تتغير مرة أخرى في رحاب المجمع الرياضي نبيل بولي عبد الله. تصبح 2-0 لزعيم. عمل كبير حمودان، أقصى دفاع رجاء، أقصى دفاع رجاء حمودان شوف تايمينغ التمريرة، شوف لمسة بجودة كبيرة، شوف العبور لرضا سليم. رضا في مكان يسمح له بتوقيع ثاني هدف هذه المواجهة. تتغير النتيجة، تصبح 2-0. منتهى الجمال، منتهى الروعة في هذه المباراة. تتحرك المباراة في الجولة الثانية، كل شيء متوقع، كل شيء ممكن تشوفوه في مباراة القمة بين الجيش الملكي ورجاء رياضي. 2-0 هي نتيجة المباراة. خفيفي يعلم أنه خطأ الشاطر بألف في هذه المباراة. دفاع رجاء يعلم أنه مباراة صعبة أنه يلزم يخطئ في مواقف مثل هذه. النتيجة تتغير مرة أخرى. 2-0 لمصلحة الجيش الملكي، يتقدم في الدقيقة 67 من زمن هذه المباراة. شيء جميل أنك تتابع مستوى مثل هذا في الجولة الثانية التي تختلف في شكلها، في مضمونها، في تفاصيلها، في معطياتها عن جولة هذه المباراة. وفاتو ديفيس الذي انتصر على فريق الفتح الرباطي قدم مباراة ممتازة جدا، لكن اليوم يواجه فريق آخر في ظروف مختلفة بطقوس خاصة، معطيات فنية مغايرة تماما. يبحث عن الحلول لحدود هذه الدقيقة. تستمر المباراة من جديد وتتواصل من قدم خفيفي ورفاقه. الرجاء في موقف صعب، هو المتأخر في النتيجة 2-0. كرة من مكعازي تصل من جديد من طرف رئيس مقدم السلام. الكرة من بدر بنون، غادر راس اخوه ودخل شرارة
والوضع 2-0 لفريق الجيش الملكي. ربيع حريمات، ربيع على حمودان، حمودان حريمات، حريمات يونس عبد الحميد في المنطقة الدفاعية لفريق الجيش الملكي. كل شيء متوقع وكل شيء ممكن في هذه المباراة بين فريقي الجيش الملكي والرجاء الرياضي. لا أخفي عنكم جزء مما نعيشه في هذه المباراة بين فريقي الجيش الملكي والرجاء. كرة من توكارديرو، تو استلام الكرة وإعادة توزيع الماء ورادوار. جولة ثانية تحسب للمدرب البرتغالي ألكسندر سانتوس. تصل الكرة من جديد من الطرف الأيمن، محاولة الخروج بالكرة من فريق الجيش الملكي وتدخل من خفيفي. نقترب من انقضاء ما يقارب 70 دقيقة من زمن هذه المواجهة والنتيجة أمامكم 2-0 للجيش الملكي. كرة تعود من جديد، انطلاقة للأصفار، انطلاقة للجيش الملكي، إمكانية للاستفادة من الزيادة العددية والتدخل من دفاع رجاء أمام نفاذ محاولة عكس الهجمة والبحث عن انطلاقات. شرارة ماتياس النيجيري ماتياس، إمكانية للتسجيل. الحكم قبل يعلن عن خطأ قبل تسجيل الهدف. الحكم يعلن عن خطأ قبل بلوغ المرمى من طرف اللاعب الدولي الأردني شرارة. تظل الأمور على حالها 2-0 لفريق الجيش الملكي. حكم المباراة يحاول الخروج بأقل الأضرار الممكنة في هذه المواجهة للإعادة لما حدث. الانطلاقة كانت سليمة ماتياس، الحكم شاف هو أنه كان خطأ على ماتياس كيندي، وبالتالي أوقف اللعب قبل أن تنتهي الهجمة، وبالتالي الهدف ملغى. هنا ماتياس كيندي لاعب النيجيري نحو الأردني شرارة الذي يتمكن من تسجيل الهدف للإعادة للكرة المشتركة بالودي ماتياس كيندي. والمباراة مستمرة والإمكانية لبلوغ المنطقة الدفاعية للرجاء مرة أخرى. رضا سليم الانطلاقة من رضا، مرة أخرى يعمل بدفاع الرجاء في كرة كامل بإمكانه أن تمنح الهدف الثالث. دفاع الرجاء تحت نيران لاعبي الجيش الملكي في هذه المباراة. كرة من جديد شرارة يتحصل على ضربة خطأ للنسور. شوف الإعادة الانطلاقات. رضا سليم يقدم واحدة من أفضل المباريات هذه السنة. من جديد كرة رجوية، التدخل من توكارديرو، تو من الطرف الأيسر، صراع متواصل. كرة بوركسود يحاول أنه يخلق لاعبين الجيش الملكي من الطرف الأيمن، لكن الجهة اليسرى الجيش وجد الكثير من الحلول للوصول امام الحارس مهدي الاحرار. من جديد كره رجويه في خط الوسط، ماك عزيز استلام الكره في المنطقه الدفاعيه، اعاده توسيع امام الادوار الى الفردوسي. رجاء يلعب كره ورافو في الدقائق الاخيره من هذه المباراه امام نفاتي. صبر مفيد، استلام امام، اعاده توسيع الادوار والماء من الطرف الايمن. رجويه عبر شراره يسعى إشعال فتيل هذه المباراة من جديد. يتم في الكثير فاتو ديفيس وإمكانياته محترمة جدا، سجل هدف في آخر مباراة أمام الفتح الرباطي. ماتياس كيندي تضيع الكرة، تتحول من ربيع أحرمات، يمر حمودان، والفحلي والتغطية والكرة لا تزال فريق الجيش الملكي يسر لملاحقة هذه الكرة. الحكم يمنح امتياز اللعب والكرة تلعب لرجاء من الطرف الأيمن. كرة رجوية للرجاء الذي يبحث عن مفاتيح اللعب، يبحث عن مساحات استخدام وهجومه في هذه المباراة. كرة للأمام أمام نفاتي مع توكارديرو الظهير الأيسر بمواصفات عصرية بمقامات موسيقية تتناسب وقيمة هذا الأنغولي. كرة والخروج بها من الطرف الأيمن الودي، الانطلاقة من الودي، استلام الودي، توسيع الأدوار والمهام الودي من الطرف الأيمن، والحكم يطالب بمواصلة اللعب. يكون مواصل اللعب لوجود الخطأ في الكرة الماضية. وردي من جديد، شرارة في المتابعة، شرارة يمر
شرارة يمر والتدخل من رضا ينال كل الرضا في الكرة الماضية. كان بالإمكان أن يكون الهدف الرجاوي الأول في هذه المباراة. كرة في التماس لمصلحة الرجاء. عمل كبير في الكرة الماضية من الدول الأردني. شرارة شوف كيف ضغط. شرارة شوف كيف استخلص الكرة. شرارة كيف حرر المساحة. صابر بوكرين جا من بعيد وسددها. والتدخل من واحد من أفضل حراس القارة ومحمد رضا التاكناوتي. أحمد رضا والكرة في التماس. شوف التفاعل الرهيب من طرف المناصرين هنا في المجمع الرياضي لبيب بن عبد الله. والإعادة لما حدث في الكرة الماضية. كورة رضا سليم. صعبة هذه المباراة، صعبة في تفاصيلها، محسومة في أبسط جزئياتها بين الرجاء والجيش الملكي. والحكم يراجع كل الحالات. قلت لكم منذ البداية يراجع كل حالة بشكل دقيق ورفقة حكام الفار. محاولة تأكد أنه ما كانش خطأ على مهاجم الرجاء في الكرة الماضية. نقترب من آخر ربع ساعة من زمن هذه المواجهة بين الرجاء والجيش الملكي. فاطلو ديفيس تقاسيم وجه الرجل تخفي الكثير من التساؤلات. السؤال الأبرز والأهم: أين طريق الحل؟ كيف ممكن للنسور أن يصلوا لمرمى الجيش الملكي؟ الفريق الذي يظهر أنه في أفضل أحواله بدنيا، فكريا، مهريا، فنيا، تقنيا. والحكم يطالب بمراجعة الفار. سيتحول لشاشة الفار لمراجعة ما حدث في الكرة الماضية. هل كان هناك خطأ على مهاجم الرجاء؟ هو السؤال الذي يبحث له عن إجابات بعد طلب من حكام الفار. دقيقة 75 الحكم يراجع الحالة. ينال البطاقة الصفراء. إمكانية لمتابعة هدف آخر في هذه المباراة بين الرجاء والجيش الملكي. مباراة تفي بالكثير من وعودها في الجولة الثانية. مباراة تفي بالكثير من الوعود في ثاني جولتها. ضربة جزاء من سيتولى تنفيذها. الإعادة لكرة شرارة الأردني غنيق وصابر بوكرين يتحصل على ضربة جزاء. الإعادة من مختلف الزوايا الممكنة لما حدث في الكرة الماضية. تو كارنيرو تدخل على صابر بوكرين والحكم يعلن عن ضربة جزاء. تاكناوتي ريمات والنفاتي الظن ومن سيسدد هذه المرة. آدم هو من سيتكفل بتسديد ضربة جزاء في حدود الدقيقة 77 من المباراة. يبحث عن بعث الرجاء مجددا إلى الحياة في مباراة الكلاسيكو. يركز أمام نفاتي أمام رضا تاكناوتي. آدم ورضا، من سيربح من سيحتفل على حساب من سينصف الكرة ومن ستنصف الكرة في ضربة جزاء في حدود الدقيقة 77. آدم نفاتي أفضل لاعب في دورة ألعاب البحر الأبيض المتوسط في مارسيل تركيا. آدم نفاتي لاعب الرجاء في احتمال واحد من أفضل حراس القارة. أحمد رضا، النفاتي ورضا. النفاتي في محاولة للتوقيع على الهدف. النفاتي كرة تسدد. الأول للرجاء. الرجاء يعود مرة أخرى في المباراة. يعود من بعيد ويسجل هدف يحيي أماله في مباراة الكلاسيكو. يزيد الكلاسيكو إثارة، يزيد المباراة صخبا، يزيد الأمور جمالا في هذه المواجهة المتواصلة هنا في الرباط بين الجيش الملكي ونادي الرجاء الرياضي 2-1 دقيقة 78 في مباراة قمة الجولة 17 من البطولة الوطنية. النفاتي صعب على أحمد رضا، ولو أنه تبع الكرة أحمد رضا تاكناوتي لكن كانت تقوية. 2-1 نتيجة المباراة. عمل كبير. الرجاء سيكون مدينا لأحمد رضا في الكرة الماضية. أكاديمية محمد السادس الزواج أكاديمية خدمت أجمل أنواع من الإبداع والجمال في الدوري الكوري في مسلسل أقوى النوادي العالمية. النفاتي وأحمد رضا
الوجوه التي تتألق، وإنما نتحدث عن الشباب وطموح الشباب والابتسامة الجميلة من هذا الصغير الذي يتابع هذه المواجهة بين الجيش الملكي وفريق الرجاء الرياضي. كرة تلعب من الطرف الأيسر للرجاء. سنتابع ربع ساعة أخير نستناو منها الكثير بين الأصفار والرجاء الرياضي. دخول بيبا، كرة من كيندي لشرارة اللاعب الذي دخوله كان مؤثرا يحسب لفاتلو ديفيس دخول الدولي الأردني. شرارة مسجلا هدف. شرارة لا نتحدث عن لاعب فحسب بل عن شرارة تشعل الحماس في الملعب وتعطي صورة محبة خارج مستطيل الأخضر بين الشعبين الأردني والمغربي. كرة تلعب من الطرف الأيمن، رجوية التغطية، التحول من الطرف الأيسر لنادي رجاء. الحكم يقول تماس الأصفار، تماس الجيش الملكي. كرة للجيش الذي يلعب هذه المباراة ويركز على مباراة نهائي دوري أبطال أفريقيا لكرة القدم، على نهائي تشامبيونز ليج، على نهائي أبرز منافسة أفريقية يسعى للتتويج بلقبها. كرة تلعب من الطرف الأيمن، الصراع متواصل، يحاولون ربح أي كرة، يعلمون قيمة وتأثير أي كرة في هذه المباراة، يعلمون أن كل كرة عندها معنى، كل كرة ستشهد لهم في هذه المباراة مع صافرة النهاية، صافرة نهاية هذه المواجهة في دقيقة 81 بين الجيش الملكي والرجاء الرياضي. 81 دقيقة من اللعب والحكم يقول ضربة خطأ لفريق الجيش الملكي. فارق الهدف الوحيد. من سيصنع الفارق فيما تبقى من دقائق هذه المباراة؟ من سيحصد الأخضر واليابس في هذه الليلة، في هذه الأمسية؟ كرة تلعب في منطقة الجزاء والتغطية من الحارس، تتحول من جديد رجوية. محاولة إبعاد الخطر تعود لفريق الجيش الملكي. إمكاني من الطرف الأيسر للأصفار عمرو حضرف. نقلة من الطرف الايسر لربيع حرمات. ربيع يبحث عن الحلول، يبحث عن المساحات. كرة من الفحلي يحاول يحافظ على كورته، تصل لربيع حرمات. شوف الثنائيات، شوف لي بارامتر دو جو، شوف لي فاز دو جو في هذه المباراة. في الجولة الثانية كانت متحركة بشكل ممتاز جدا في خدمة كرة القدم الجميلة. الجولة الثانية ربما أنصفت هذه المباراة، أنصفت هذه المباراة وأوفت بجزء من المدة التي كانت مطروحة. هذا التغيير مركوك، يسعد دخول مركوك كبديل في 89 دقائق الأخيرة من هذه المباراة بين الجيش الملكي ورجاء. نادي الهلال الفردوسي حتى المطلوب منه دخول أيمن مركوك صاحب التكوين الألماني. والكرة من والدي استلم الكرة في خط الوسط. كرة من ربيع، لمسة من الطرف الأيسر بيبا. ربيع حرمات، تراجع لاعبي الرجاء. الجيش الملكي يحاول الاستفادة من نقاط القوة الهجومية من الطرف الأيسر. كرة من عبد الفتاح حضرف مركز فيها بالمرة. الكرة الماضية اعتاد بعيدا عن مرمى الحارس مادي الأحرار. كرة بدر بنون يدي اللعب في المنطقة الدفاعية مادي الأحرار. تصل الكرة من جديد من الطرف الأيسر. كل الأوراق مكشوفة، كل الأوراق تلعب، يتم توظيفها في آخر دقائق هذه المباراة بين الجيش الملكي ورجاء الرياضي. بدر بنون استلم الكرة من نادي الأحرار، إعادة توزيع الأدوار والمهام من الطرف الأيسر. خفيفي نحو برقوق لماتياس، انطلاقة من النيجيري ماتياس، محاولة التخلص من الرقابة، ينتظر الدعم والسند جاله من صابر بوغرين يمر. لمسة من الطرف الأيسر نحو صابر بوغرين، لكن التدخل في التايمينج كان ممتاز جدا من لاعبي الجيش الملكي. والتغطية من دفاع رجاء خفيفي لأمين سرخة دفاع عن نسور الحارس نادي الأحرار. من جديد مكعسي بلمسة في خط الوسط، إعادة توزيع الماء من جديد من الطرف الأيمن عبر بولكسود. الظهير يمرر الكرة لكن في تماس فقط تتحول لدو كارنيرو دياغوستو. وتماس. نعيش آخر دقائق هذه المباراة. دو كارنيرو استلام ربيع حرمات والخطأ لمصلحة الجيش الملكي. هذا هو قدر المباريات الكبرى في
صعب انك تتعرف على منتصر عندما سافر الختاميه. المباراه محدودة. مباراه الجيش الملكي والرجاء يصعب لأن الجيش الملكي في موقف افضل، متقدم في النتيجه 2-1، عنده مفاتيح لعب، عنده امكانيه الوصول للمرمى. الرجاء يحافظ على كل الامكانيات لتسجيل التعادل. الكسندر سانتوس، فاندو ديفيس، من سينتصر على حساب من، ومن سيقوي حظوظه على حساب الاخر في هذه المواجهه. كره من الطرف الايمن من حضرف. حضرف يبحث عن امكانيه تمرير، لكن ممتازه من قدم كره مسار الكره ما مكنه من التدخل في توقيت جيد لبعض الخطر على المرمى. والنتيجه امام حضراتكم 2-1. النتيجه الحاليه تضع الجيش الملكي في المركز الثاني 35 نقطه، والرجاء مركز ثالث 33 نقطه، ما صدها رافائيل المرمى الفاسي. موريكا بديلا، موريكا ورقه وجبيه اخرى يدفع بها المدرب الكسندر سانتوس. سانتوس ليس على تامين الهدف بقدر ما يبحث عن هدف اخر لحسم الامور. هدف السليم وحضرات وهدف النفاتي لنقطه الجزاء هي اهداف هذه المباراه في الجوله الثانيه. تلعب كره لفريق الجيش الملكي، امكانيه للعبور، نقل الكره للامام، امكانيه للتوغل من الطرف الايمن وتدخل. ضربه زاويه للجيش الملكي. الجيش الملكي من كره ثابته اخرى يصوب لخطوره تطال دفاعات الرجاء. خفيفي، تدخلات ممتازه طيله دقائق هذه المباراه. ضربه زاويه لمصلحه الجيش الملكي. الاحراري طالب اللاعبين بالتركيز امام اي كره في هذه المباراه، يعلم قيمه الكرات في اخر دقائق هذه المباراه. رضا السليم هو من يتولى تنفيذها. رضا سليم كره من نقطه الزاويه تلعب في منطقه الجزاء، والتدخل من دفاع الرجاء، امكانيه الاستفاده من الهجمه المرتده. الرجاويه امام نفاتي، امام نفاتي هذه اللعب. عبد الحميد يسترجع الكره، عبد الحميد ينقل الخطوره من جديد لفريق الجيش الملكي. حرمات عبد الحميد، حرمات القائد من الطرف الايمن يبحث عن امكانيه للعبور. تدخل دفاع الرجاء، صراع متواصل والحكم يكون التماس رجوي. كل شيء ممكن. الجيش الملكي بامكانه حسم الامور بهدف الثالث، والرجاء لديه القدره على تسجيل التعادل. اعلم انكم تعيشون على اعصابكم في هذه المباراه، اعلم انكم تعيشون ضغوطات خاصه وانتم تتابعون هذه المباراه بايقاع محترم في جوله ثانيه. انسدنا في الاولى، خلتنا ننسوا بشكل كلي ما حدث في الجوله الاولى من هذه المباراه بين الجيش الملكي والرجاء. كره في تماس اسماعيل مقدم، مشات كره ماتياس كيندي، تتحول من جديد في خط الوسط من بنبا. استلام الكره احمد رضا التغلاوتي، رضا للامام، كره لفريق الجيش الملكي. تظهر المساحات والحلول. رضا سليم يقول له ما فيه ولا شيء، يستدعي ايقاف اللاعب واعلان عن ضربه جزاء. مشات كره رجويه من الجهه اليسرى، كره في تماس فريق الجيش الملكي. ايقاف اللاعب لفسح المجال لاسعاف اللاعب المصاب رضا سليم. رضا سليم يربح ثواني في اعراف هذه المباراه. رضا سليم يعرف ضربته اللعبوا مع بعضهم صورهم تبدو بنفس النادي في الصغر. الذي عاد للتدخل والحكم طالب بمواصله اللعب. تلعب كره لفريق الجيش الملكي في اخر دقائق هذه المباراه، الدقيقه 89. كره رجويه تتحول من جديد للجيش الملكي في التماس. تلعب كره من الطرف الايسر. رضا سليم طور مستواه بشكل كبير في الاشهر الماضيه. رضا سليم اصبح نسخه تشبه كثيرا رضا الذي كان يلعب فريق الجيش الملكي قبل انتقاله الى المصري. كرة للأمام، التدخل من دفاع رجاء، تعود من جديد لفريق الجيش الملكي لزعيم عبر القائد محمد ربيع حماد. الجيش الملكي الذي يسعى للتتويج بلقب دوري أبطال إفريقيا. كرة
كرة تلعب من الطرف الايسر عبر توكارديرو. توكارديرو والبطاقة القادمة من طرف حكم المباراة. كل فريق يوظف كل أوراقه في آخر دقائق هذه المواجهة، يلعب آخر أوراق مباراة القمة في الجولة 17 من البطولة الوطنية. شرار ينال البطاقة الصفراء. شرار مصدر الهدف في الكرة التي منحت الرجاء الهدف الأول. تجعل البلدين كأنهما يتحدثان بلغة واحدة أمام مختلف المسافات. شيء جميل جدا. تحياتنا للأشقاء في المملكة الأردنية الأشقياء الذين يتابعون مباريات البطولة الوطنية ويتفاعلون مع كل دقيقة. سلام على شباب السلام الرجاء الذي حمل قميص الرجاء والشفاش والطاقم المغربي الذي يشتغل بوجهه هناك في المملكة الأردنية الأشقياء. 8 دقائق كوقت 8 دقائق إضافية، 8 دقائق في عمر المباراة الذي يمتد ويمتد، والنتيجة من حضراتكم 2-1 لفريق الجيش الملكي. أبرز نتائج اليوم شفنا كيف الدفاع الحسني الجديد فاز على نهضة أتلتيكس مدرعة. شفنا كيف اتحاد التوارقة في سيناريو كان ممتاز جدا عاد في آخر دقائق المباراة وتمكن من تحقيق الانتصار الهام والثمين الذي يحيي أماله في البطولة الوطنية عن المدرب المحترم والمختري. تغييرات غادر ماتياس وغادر الصابر بوكرين. دفعة واحدة فتح المجال لخفي ولتحرك أوراق أخرى من أوراق هذه المباراة بين رجاء والجيش الملكي. فاتيو ديفيس يلعب آخر أوراق الهجومية في المباراة. تلعب كرة من الطرف الأيمن بدر بنون. بدر بنون للأمام نفاتي. نفاتي مر نفاتي يلعبها نفاتي. الحكم يمنح امتياز اللاعب والكرة لا تزال رجاوية لكن تدخل دفاع الجيش الملكي والهجمة مرة أخرى لفريق الجيش الملكي في محاولة للتخلص من الرقم يتخلص منها. مشات كرة لرضا لكن هذا بركوت جاز حاضر استخلاص هذه الكرة. استلام الكرة من جديد عاد توزيع المنور الوقت في خط الوسط. رجاوية الانطلاقة لرجاء اوف تايمينج ممتاز في داخل دفاع الجيش الملكي لإبعاد الكرة عن مهاجم رجاء. موقف آخر هجومي لنصر الخضر في الوقت البدل الضائع من انطلاقة. طلب الكرة في العمق الخافي لكن الودي موقف جيد بعيد الخطر عن دفاع فريق الجيش الملكي. نشوف الودي وخافي في الكرة الماضية. ودي المدافع الذي يليق به أن ينال لقب قلب الأسد في دفاع فريق الجيش الملكي. حماس المدرجات تتواصل بين محبي الإصفار وعشاق الخضر والنتيجة أمامكم 2-1 ولا شيء حسم بعد في هذه المباراة. كل شيء ممكن، كل شيء متوقع، كل شيء ممكن تشوفوه في مباراة الجيش والرجاء أمام ما يزيد عن 40,000 مشجع في مدرجات المجمع الرياضي نبيل بولي عبد الله. كرة ممتازة من الطرف الايسر الرجوي الانطلاقة. كرة فتمس شرارة في التنفيذ. هذا الضحك الذي دخل بديلا اللاعب الذي وصل الى نهائي بطولة افريقيا للشباب في مصر وفقة الفريق الوطني محمد وادي. نتمنى كل التوفيق في المونديال مع منتخبنا الوطني مع وصول الاطلس. كرة تلعب للامام رجوية وتدخل ودي يتدخل. كرة تعود لرجاء. إمكانية لرجاء. إمكانية من شرار يتحصل على ضربة خطأ. يتحصل على كرة ثابتة. يتحصل على مخالفة في الدقيقة الرابعة من الوقت البدل الضائع. كرة رجاء يحاول استغلال كل المساحات. هذا الشرارة من جديد. الشرارة التي تحيي آمال الرجاء في هذه المباراة. الشرارة المتألق في المباراة الأخيرة أمام الفتح.
شرارة كان مواتر بعد دخوله في الجولة الثانية، لكن سخو التركيز على شرارة واحمد رضا تاغنوتي. كل الأنظار تتجه للكرة الثابتة. هذا ملفاتي ومنتهيات ولا تنفيذها. هذا ملفاتي رضا تاغنوتي مع مدرب علاء المسكين على عمل الاثنين عدد من الوتور، منهم الزنيبي برصيده كفات وعدد من الوجوه. كرة في منطقة الجزاء وتدخل بالدفاع عن شيش الملكي. التماس رجوي، الرجاء يلعب كل الأوراق فيما يقارب الثلاث دقائق التي تفصلنا عن موعد النهاية. كرة رجوية للضحاك، بدر بنون استلام الكرة الرجوية من الطرف الأيمن الخفيفي للرجاء، بحث عن حلول للتمرير. يعود بدر بنون، نقلة من بنون لبركوك، تتحول الرجوية من الطرف الأيسر، محاولة للتخلص من رقبة لاعبي الجيش الملكي، محاولة التوغل في منطقة الجزاء والتدخل من يونس عبد الحميد. تعود الكرة لرجاء، رجاء يضغط، الرجاء يبحث عن المنافذ والمعابر للوصول للمرمى. كرة تلعب من أداء من الطرف الأيمن، رجوي الكرة في مباراة متواصلة، مباراة تكشف عن محطة نهائية. تدخل يونس عبد الحميد، تعود الكرة من جديد بين رجاء ولا إصفار، بين رجاء ولا إصفار، والكرة انطلاقة من الطرف الأيمن. الجيش هذه المرة يسعى لحسم كل شيء. كرة تلعب، تبعها يؤمن قدرته على احتواء الضغط الرجوي. تلعب كرة من أيتور خالد، أيتور خالد كارنيرو، تو للأمام، كرة ربيع حماد تصل أيتور خالد، أيتور خالد ينتظر الدعم. كرة في القائم الأول وتدخل من دفاع عن نصور الخضر، دفاع عن نصور الخضر يتحصل على ضربة خطأ. لم تتبقى سوى دقيقة ونصف دقيقة عن نهاية المباراة بين رجاء والجيش الملكي، والنتيجة 2-1. تابعنا 3 في الجولة الثانية في انتظار المزيد في مباراة القمة. كرة تلعب من الطرف الأيمن، رجوية الانطلاقة، رجوية شرارة مع تبدل، تتحول من جديد ربيع حماد، والخطأ لفريق الجيش الملكي. ربيع حماد يخرج بلديه بالخبرة كسب الوقت جدا في المباراة. تتحصل على ضربة خطأ فينتدب من لاعبي خط الوسط في البطولة الوطنية. الإعادة لتدخل الوجه في تايمينج كان ممتاز أمام إسماعيل المقدم اللي كان في موقف يسمح له تسديد الكرة بالراس من مرمى الحارس أحمد رضا. فاتلو والمدرب ألكسندر سانتوس، ألكسندر البرتغالي في طريقه للتفوق على الجنوب الافريقي. فاتلو في انتظار مواجهه جنوب افريقيه اخرى، هذه المره في نهائي دوري ابطال افريقيا امام ماميلودي سان داونز. فاتلو يلعب افضل مرحله في مساره كلاعب كانت مع نادي ماريتسبورغ في البطوله الجنوب الافريقيه. كمدرب يحاول ان يدفع رجاء للمنافسه على لقب البطوله في تنافس شرس، شراسه ملاش حدود في البطوله الوطنيه. التدخل في الكرة الماضية، ضربة خطأ لفريق الجيش الملكي. كرة ثابتة لفريق الجيش الملكي. انقضى زمن الوقت البدل الضائع في مباراة الجيش والرجاء، والنتيجة أمام حضراتكم: الجيش الملكي 2 رجاء هدف. ربيع حماد وسيتو يخلوها يلعبوا مع بينهم ربما لكسب المزيد من التوالي. كان متوقع لنصيب مشات كرة في التماس مصلحة الرجاء. الرجاء يلعب أوراق الأخيرة في مباراة شرارة. تلعب كرة بدر بنون، ضاعت، مشات كرة للفحري والحكم